حياة بلا تدخين شعار تبنته إحدى الجمعيات الخيرية لحماية كل شاب وشابة عربية من الشيخوخة المبكرة والصراع مع المرض وغير ذلك من الأضرار الكفيلة بدمار أجيال بأسرها. في مجتمعاتنا كتير بيبص للتدخين ان هو زي الاكل والشرب عاده في حياتنا، فللاسف احنا التدخين بيقتل كل 6 ثواني واحد. مليارات بتصرف على امراض التدخين ومليارات بتصرف على شراء التدخين، وفي الاخر بيقول لك تبرع بجنيه لبناء مستشفى السرطان وحاجات كتير جدا في مجتمعنا، ولكن كلنا ما فكرناش ان احنا يعني ان التدخين والاضرار اللي بتقع علينا اخطر بكتير جدا من القنابل اللي بتنزل في اي مكان او من الزلازل اللي بتحصل، لان كل 6 ثواني واحد بيموت واموال بتهدر. فاحنا ادركنا ان في قاتل في المجتمعات يعني مش بس بيقتل، ده بيسيب كمان الناس التانية اللي بتدخن بانهم مش قادرين على العطاء، مش قادرين على انهم يدوا بلدهم، وخاصه ان احنا محتاجين كل طاقه للشباب. انا بعد 9 سنين تدخين ما يعني بطلتها هو بسهوله، ما فيهاش حاجه يعني وملهاش لازمه والله. شتان الفرق ان انت تبقى عايش انسان صحيح ما بين يعني اللي بيدخن ده انسان مريض، وده انا حسيته لما نسبت يعني انا بشرب عصير وميه كتير، فعشان بشرب سجاير اكتر لان العصير والميه بيضيعوا تاثير السجاير عليا، فبقيت اشرب اكتر. لما حسيت ان انا بشرب سجاير اكتر قلت يعني حرام ان انا اضيع نفسي بسبب حاجه ملهاش اي لازمه. يعني انا وانا عايش انسان صحيح ده افضل لي 100,000 مره من ان انا اشرب سجاير، وان هي ملهاش اي فايده. بوجه كلامي اللي عايز يدخن او بيدخن او اللي ممكن يكون سكند هاند سموكر زي ما كنت، ان هو يبطل عشان بجد يعني صحته بالدنيا. يعني ما حد يتعب او يروح المستشفى او اي حاجه حرام، عشان السيجاره هو هيرميها في الاخر، يعني هو مش بيستفاد منها حاجه. وإن كانت هذه الحملة تحمل في شعارها خيرا كبيرا، إلا أن القائمين عليها كانوا حريصين على إنجاحها بالدراسات العلمية والعملية وإيجاد البدائل المتنوعة الكفيلة بجذب المدخنين لسماء حياة صافية بلا أدخنة. يا ريت كل حد يحاول إنه يلهي نفسه من السجاير، يدور على اي رياضه، اي فن، اي شغلانه بيحبها عشان ينسى موضوع السجاير، لانه انت عارف كمان اللي بيبقى جنبك اللي ما بيشربش سجاير هو كمان بيتاثر بنفس اللي انت بتدخنه. سبحان الله. احب اقول يعني احنا بني ادمين، لو ربنا كان عايز يخلقنا وظيفتنا هي ان احنا نخرج دخان وندخل دخان، كان خلقنا حديد معدن زي المداخن زي اي مدخنه في اي مكان، انما ربنا خلقنا لحم ودم. مش معقول التكوين الرقيق ده وافضل تكوين ربنا ذكر ان احنا خلقنا الانسان في احسن تقويم يكون الاستخدام اللي ليه ان هو يبقى مدخنه. يعني انا مش شايفه لها فايده، لو شايفه لها فايده كنت حقيقي قلت جايز عندهم حق، فيا ريت عشان كلنا بنتعب منها، اللي بيشرب واللي ما بيشربش. طب هو ايه في السيجاره ينفع قوي فيه؟ لا خلت فلوسي تزيد ولا عملت لي صيد، ولا خلت صحتي حديد ولا بطعم البسكويت، دي حتى خلت ريحه بقي زي اكل على النار تشيد. ميدانكم الاول انفسكم، إن انتصرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن هزمتم أمامها كنتم على غيرها أعجز. عماد سليمان لبرنامج صباح الخير من اسطنبول. مشكلات كتير أكيد بيتعرض لها أي مدخن، وهو نفسه بيشعر بالفرق هو قبل أن يدخن وبعد أن يدخن. منها تساقط الشعر طبعا، منها مشكلات الجلد، زي ما حضرتك قلت التدخين بشكل مباشر بيخش في مشكلات الجلد طبعا بشكل أساسي يعني. طبعا.